أنصار شباب الظاهرية بشيبهم وشبابهم شكلوا بركانا جماهيريا لم يتوقف عن الهتاف والتشجيع والغناء لفريقهم قبل وبعد تتويجه بكأس دوري المحترفين الفلسطينيين الذي استحقه عن جدارة بتصدره ترتيب الدوري بعد فوزه على جبل المكبر في الأسبوع الأخير ب2-1. إنجاز الغزلان كما يحبون أن يطلق عليهم بدأ التحضير له منذ بداية الدوري، فكانت الكأس التي اقتنصوها بجدارة واستحقاق من غابة الأسود. هاي أكثر من بلدي، أهل الظاهرية أكثر من بلدي، والحمد لله استطعت أنه أبسط الشباب والجماهير، لأنه أنا مديون بالبطولة والحمد لله أنقذناها، الحمد لله حققناها. أسعد يوم في حياتي، شعور لا يوصف. الحمد لله العظيم، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز في آخر مباراة التتويج، مباراة تعب 3 سنين. الحمد لله أول دوري محترفين للظاهرية، قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله رب العالمين. بعد الحصول على كأس فلسطين والسوبر ودوري المحترفين سيبدأ التحضير للاستحقاق الآسيوي بالنسبة للغزلان، فسر الحصول على الدوري سيمنحهم الدافع اللازم لخوض القادم عربيا وآسيويا بعد أن شهد العالم للرياضة الفلسطينية بسرعة تقدمها وفرض نفسها على الساحة العربية والآسيوية وبجدارة. أول إشي بكمن السر باللي وراي الجمهور، ثاني إشي طبعا احنا نشتغل على خطة مرسومة محددة من بداية ما استلمنا الدوري لليوم. تجلى حجم التطور اللي طرأ على الكرة الفلسطينية، واعتقد بأنه الاستضافة لأكثر من بطولة في هذا العام هي استحقاق للمستوى التنظيمي، المستوى الإداري، المستوى الفني اللي وصلته الرياضة الفلسطينية. أضيئت سماء استاد دور الدولي بالألعاب النارية احتفاء بالحدث، وعلى البساط الأخضر رقص الجميع، أما المدرجات فتأهبت للاحتفال حتى الصباح في مراسم تقليدية قبل أن يهدوا الكأس للأسرى داخل السجون الإسرائيلية. بطولة الدرع والكأس والسوبر، واليوم بطولة دوري المحترفين الفلسطينيين، كلها ذهبت إلى خزائن نادي شباب الظاهرية غزلان الجنوب، وهناك أسرار وراء ذلك، أهمها هذه القاعدة الجماهيرية التي تقف وراء فريقها. والشيوخي الجزيرة الرياضية من استاد دور الدولي.